طلعت من بلباو مع كل شنطة على ظهري، ساعتين نوم ولا شيء، كل خطوة محسوبة. وصلت سان سبستيان، مدينة ساحلية والحركة فيها سريعة، لازم تلاحق كل ثانية. وهون وصلت هنداي، شفت الشرطة الفرنسية وتعلمت اتعامل معاهم ورجعوني لإسبانيا. ولكن نزلت من القطار على الحدود وكملت الطريق مشي، وهون أخذت أول باص داخل فرنسا. وصلت باريس، المدينة كبيرة، الإيقاع سريع، كل ثانية محسوبة، وكل خطوة هون تعلمك لعبة الحياة. وهاي نحنا بليل. ليل محطة عبور، ما مكان وقف فيه لكن مكان كمل منه. صارت أحداث كتير على الطريق، شوي رح أحكيها. الجو هون مختلف جدا والله، برد ما طبيعي، لازم غير ملابس. هنيك كنت مشي حالي بنص كم وتمشي الأمور. هون لك حاسس حالي منخاري داب من البرد. لازم جهز كل شيء بسرعة، فطور سريع قبل ما أبدأ الرحلة. الطاقة مهمة. المهم طلعت من إسبانيا وبدخولي لفرنسا مسكتني الشرطة الفرنسية، ولكن كان في ضابط ابن حلال إفريقي اللي ارجع أحسن ما أخذك على الفرع. بالفعل رجعت، وأول محطة نزلت وكملت مشي بين الحدود ودخلت فرنسا. قصة طويلة ومتعبة جدا، قعدت شي ساعة ونص بالبرد. جو فرنسا أبرد بكتير من إسبانيا. وصلت مدينة غنت من شوي، معي ساعتين. للأسف بهاي المدينة الهوستلات محدودة جدا، أقل هوستل الليلي 50 يورو مع 10 أشخاص، وأنا وضعي حاليا مثل ما بتعرفوا. هذا اللي خلاني أكمل الطريق، مع ساعتين لكمل الرحلة. ولكن خليني أفرجيكم المدينة شوي. غنت مدينة مليانة حياة، بس كمان من أغلى المدن اللي عديت عليها. هاي 100 114. 114. It's expensive for me. We have just one room left. Yeah, If some people come, I will think Okay. about that. 110. Yeah. 110. اوكي ثانك يو. دورت على مكان نام فيه، وارخص ليلة لقيتها ب50 يورو بهوستل مع 10 اشخاص بغرفة وحدة. قلت خليني ادور اكتر، ورحت افتل ورجعت على نفس الهوستل ولا رايحة الغرفة. في ضغط بهاي المدينة او نقص هوستلات ما نعرفن. راحت الغرفة وما عاد في هوستلات. اجيت على هذا الاوتيل يمكن ابو نجمة وحدة، طلب 110 يورو بالليلة. شوف كم مدينة فات اليوم، يعني اندبحت. طلعت من بلباو لسان سبستيان لمدينة ليل، شي 18 ساعة، وكملت لغنت ببلجيكا. وقت شفت الأسعار بهالمدينة هيك فقررت ما نام هون وكمل الرحلة. بما اني ما بعرف المدينة، خلينا ناخذ اي شيء ناكل عند كارفور. هاي طون، اخيرا رجعنا للغة الهولندية. نمشي وضع. أوقات بركز على التفاصيل الصغيرة، كل حركة بتعلمك شيء جديد. أحيانا المدينة ما محطة راحة، محطة قرار. قدامي خيارين، وقف أو كمل. تعبت نفسيا وجسديا، بس إذا وقفت هون رح ضيع كل اللي قطعته. مثل ما شفتوا سألت عن الأسعار وقلت ما بدي أضيع أسبوع كامل مشان ليلي. وصلت المحطة الأخيرة بعد 24 ساعة بدون نوم. كل خطوة محسوبة. الوجهة النهائية ما مهمة حاليا. كل تجربة تعلمك لعبة المدن والقوانين. أحيانا لازم تترك المكان لتكمل القصة. ما كل محطة للنوم، بعض المحطات بس لتذكيرك ليش بلشت. بدل ما ادفع ليلي بتعيشني بدول تاني لمدة أسبوع، اخترت كمل الطريق، والمحطة الجاي هي. الطريق لسه طويل. أنتورب محطة أخيرة ولسه مكمل. هذا ما كان خيار، كان الشيء الوحيد
اللي ضل قدامك.